من وانت صغير وانا بجهزك تبقى الكبير. ربنا كان كريم معايا، اداني فرصة تانية عشان اعيش. جاي تقتلني زي ما قتلت اخوي؟ كان زمانك ميت. انسى اللي فات يا منصور. انا بكلمك على اللي جاي. لا تشمت ولا تنتقم يا منصور. ما ينفعش توجع يا منصور. اهلا بكل اخواتي، معاكم حدوته فيديو جديد من قناة فوكس. والنهارده هنتكلم مع بعضينا عن قصة عزت حنفي، اللي هو بمعنى اصح عزت محمد حامد علي حنفي. عزت حنفي اخطر تاجر مخدرات وسلاح في جمهورية مصر العربية. اكيد كلنا سمعنا عنه، اكيد كلنا اتفرجنا على الفيلم. يعني مفيش حد فيكي يا جمهورية مصر العربية ما يعرفش عزت حنفي. عزت حنفي اتولد 1963 في النخيلة، والنخيلة ديت تبقى في أسيوط. وزي ما كلنا عارفين وسمعنا عن القصص بتاعته، إن تاريخ إعدام عزت محمد علي حنفي اتعدم 18 يونيو 2006. هنتكلم مع بعضينا عن عزت حنفي، وهو من أسرة صعيدية معروفة ولها احترامها من كل الناس طبعا، حتى الشرطة المصرية. عزت حنفي كان متعلم، مع العلم ان معظم اخواته واهله كانوا غير متعلمين تماما. يعني كان الوحيد في العيلة المتعلم كان هو عزت حنفي. عاش عزت حنفي فترة طويلة جدا في شبابه، فترة صعبة جدا في تاريخ مصر، وهي فترة الحرب. فترة الحرب على الإرهاب في أواخر الثمانينات لحد أواخر التسعينات، وكان تقريبا كل يوم على التلفزيون المصري لازم تلاقي خبر التصفية أو القبض على خلية إرهابية، أو أحيانا كمان استشهاد عناصر من الشرطة المصرية. وده اللي خلى الشرطة المصرية تستعين بالعائلات في الصعيد عشان تساعدهم يداهموا الخلايا الإرهابية، وكانت من ضمن العائلات دي عائلة عزت حنفي. وحسب الاعترافات عزت حنفي لما تم القبض عليه، تم الاتفاق بين عائلة عزت حنفي والشرطة على مساعدة الشرطة في القبض على الإرهابيين، خصوصا اللي مستخبيين في الغيطان والأراضي الزراعية، مقابل طبعا ان الشرطة تسيب عربيات النقل بتاعة العيلة تروح وتعدي اي مكان بدون تفتيش. وبالمناسبة معظم العربيات دي النقل ده كان بتحتوي على حاجة من الاتنين، يا مخدرات يا سلاح. طبعا كانت هي مصالح متبادلة. استولى عزت حنفي على عرش الإجرام في الصعيد. سيطر عزت حنفي على تجار السلاح والأفيون، وزرع حوالي 280 فدان أفيون تحت أسماء وملكية التابعين له. بمعنى إن كان بيكتب الأراضي الزراعية لأسماء ناس من العيلة، يكتب بأسمائهم الأراضي ويزرع فيها. طبعا علشان ما ينفعش يكون هو في حوزته 280 فدان باسمه، أكيد كان هيبقى غلط جدا. ساعد عزت حنفي في القبض على إرهابيين في جزيرته في مقابل حماية في حماية الشرطة. ولكن بعد الاستلام حبيب العدل منصب وزير الداخلية، قرر التخلص من عزت حنفي تماما واقتحام جزيرته بالكامل والسيطرة عليها. طبعا بمعنى أصح كده اللي هو احنا ما بقيناش محتاجين لك، لأن انت كبرت عن حجمك. واحنا عارفين في بلدنا اللي بيكبر عن حجمه خلاص البلد بتبقى مستغنية عنه. انت اديتهم مساعدات بما فيه الكفاية، ودلوقتي بقيت تعرف عننا اللي المفروض ان انت ما تعرفوش، فبيبقى احسن لينا ان احنا نبدلك بواحد تاني ونبدأ معاه من الصفر. تم البدء في اقتحام جزيرة النخيلة في يوم السبت الموافق 28 فبراير سنة 2003، وفي مارس 2004 تبدأ الملحمة. طبعا الملحمة بمعنى اشتباك كبير جدا بين عيلة عزت حنفي وبين الشرطة. تم اقتحام الجزيرة وحاصرها لمدة 7 أيام، والحصار من جميع الجهات، وتم الاستعان بطائرات هليكوبتر و50 دبابة ومدرعات و3000 جندي
وفرق اقتحام خاصة. ده لأن عزت حنفي كان عنده عدد رجالة ما تتعدش، وعنده طلق ملوش عدد. أخد عزت حنفي عشرات العائلات، أطفال ونساء وشيوخ، كدرع بشري، اللي هو بمعنى أصح كرهاين قصاد الحكومة. مع إن الرهاين دي كلنا عارفين إن هما كانوا أهله وناسه وجيرانه وقرايبه، بس قصاد الحكومة أنا معايا رهاين هتقتحموا في خسائر كتير لأرواح ناس كتير. وبسبب اللي هو عمله الرهاين دي أدى لتأخير الاقتحام وقت كبير جدا. وبعد ما استخدم عزت حنفي أبراج حماية من 4 جهات ورشاشات جرينوف نص بوصة مضادة للطائرات وخنادق تحت الأرض، ده لأن عزت حنفي كان دارس الموضوع كويس، ولأنه كان متعلم فكان عارف الحكومة هتهاجمه ازاي، كان عارف الطرق المستخدمة لمحاصرته. أكيد كان عارف إن في طيارات، عمل حساب كل حاجة، طيارات ودبابات. تم اقتحام الجزيرة ورفض التفاوض معاه، وبعد ما هرب أولاده ومراته من الجزيرة أخد سم فران وحاول ينتحر، أهون عليه من إن يموت بطلقات الشرطة. يعني ده تفكير أي رجل عصابات أو تفكير أي معلم في الصعيد زي ما بيقولوا، بيبقى أهون عليه إن هو يموت موتة ربنا أو يموت بانتحار أحسن ما يموت بطلقات الشرطة. عزت حنفي حاول يهرب من البيت المحاصر عن طريق إن هو استخدم زي ما نقول حمار وعليه برسيم، وكان مستخبي في الحمار دوت، استخبى جوه الزرع. وكانت ماشية بالحمار واحدة ست، كان بيحاول يهرب من جوه البيت لبره البيت، ولكن طبعا الشرطة المصرية قبضت على الست دي ولقت عزت حنفي جوه الزرع، وكان بيموت أثر محاولة الانتحار. يعني هو أخد الحبوب المسممة ديت، وكان بيحاول يهرب وقت ما هو كان بيموت أصلا. ولكن الشرطة أول ما قبضت على الست ولقت عزت حنفي جوه الزرع دوت، أسعفوه بسرعة وأنقذوا حياته، وبدأوا بمحاكمته على الفور. وتم الحكم على عزت حنفي بالإعدام بتاريخ 18 يونيو 2006. ولكن اللغز بقى إن في إشاعات إنه ما ماتش بعد حكم الإعدام عليه. وأخو عزت حنفي اتكلم مع الصحافة إنه كان في المعتقل ساعة تنفيذ حكم الإعدام، وإن ابن أخوه عزت حنفي لما استلم جثة عزت حنفي وعمه التاني قال إن الجثة اللي قدامه دي مش جثة عمه عزت ولا أخوه عزت حنفي. لما خرج من السجن واتكلم مع الصحافة أكد إن عزت حنفي لسه عايش، وكان بيتكلم أكنه فعلا في تواصل بينه وبين أخوه عزت حنفي. ولكن عشماوي اللي نفذ الحكم بالإعدام في مصر طلع بره في لقاء صحفي وقال إن عدم عزت حنفي بنفسه، وعزت حنفي ما كانش خايف تماما لدرجة إنه وهو واقف عند حبل المشنقة قال له يلا بسرعة أنا عايز حكم الإعدام دوت يتنفذ قلبه وقومة. ويبقى اللغز حتى الآن، هل فعلا تم إعدام الإمبراطور الصعيدي في مصر، ولا لسبب مجهول الشرطة المصرية قررت ما تعدمهوش لغرض معين؟ شاركونا آرائكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، وشكرا.